كم مرة بدأت في حاجة بحماس وقبل ما تخلصها لقيت نفسك ماسك حاجة تاني وبعدين تسيبها هي كمان وتروح لغيرها؟ لو ده بيحصل معاك ما تقلقش، انت مش لوحدك. ودي مشكلة التشتت اللي بتخلي كتير مننا دايما نبدأ ونسيب من غير ما ننجز. في الفيديو ده هتفهم ليه ده بيحصل وازاي نخرج من الدايرة دي. طيب، مبدئيا كده لازم تفهم انك مش لازم تعمل كل حاجة في نفس الوقت. لازم تحدد أولوياتك وتحاول تنجز الحاجة المطلوبة منك، ما تبصش لأي حاجة تاني. لازم كمان تعرف انك مش مطلوب منك تتعلم كل حاجة طالعة ترند والكل بيتعلمها، وده دايما اللي بيخليك قلقان وحاسس ان فايتك كتير. عاوزك تعرف يا صديقي ان اللي قلقك ومشتتك ومخليك عاوز تعمله عشان شايف الكل بيتكلم عنه بكرة يقدم ويظهر غيره وغيره. فبلاش التشتت وركز في الحاجة اللي انت بتعملها وحاول انك تنجزها بكفاءة، وهو ده هيبقى النجاح الحقيقي. فبلاش تفتح صدرك وتحاول تعمل كل حاجة وفي الآخر ما تحققش أي حاجة بكفاءة. أنجح الناس في العالم بدأوا بفكرة وركزوا عليها وحطوا كل مجهودهم ووقتهم فيها لحد ما عملوها بإنجاز عظيم. تعال بقى أقول لك إيه سبب المشكلة ديت. المشكلة الأساسية هي إنك بتفقد حماسك بسرعة. تبدأ في حاجة بكل نشاط وأول ما تواجه صعوبة أو تحس إن الموضوع بقى ممل تسيب اللي بتعمله وتروح تدور على حاجة جديدة. وده بيحصل مع ناس كتير خصوصا في وقتنا ده، لأننا متعودين على السرعة والمكافآت الفورية. يعني إيه؟ يعني عايزين نشوف نتيجة بسرعة، ولما منلاقيش ده بنحس بالإحباط ونسيب اللي في إيدينا. تعال بقى أقولك إيه تأثير التشتت السلبي ده علينا. أول حاجة ضياع الوقت. كل ما تسيب حاجة وتبدأ في غيرها بتضيع وقت كبير لأنك كل مرة بتبدأ من جديد. تاني حاجة هو الإحباط. بتبقى حاسس إنك دايما مش منجز حاجة كاملة، وده بيأثر على ثقتك في نفسك. تالت حاجة وهي تشتيت أهدافك. بتلاقي نفسك في نص الطريق مش عارف إيه الأولويات ولا إيه المفروض تركز عليه. طيب، ليه بقى إحنا بنعمل كل ده؟ أول حاجة الخوف من الفشل. ساعات بتسيب اللي بتعمله عشان خايف ما يطلعش زي ما تتمنى. أو حب التجديد. بتحب تبدأ حاجة جديدة عشان الحماس في أولها بيبقى عالي، لكن أول ما يقل الحماس بتسيبها على طول. عدم وضوح الهدف. مش عارف عايز توصل لإيه بالظبط، فبتحس إن كل حاجة حواليك أهم من الحاجة اللي أنت بتنجزها. طيب يا سيدي، عرفنا إن عندنا تشتت، نحلها إزاي بقى؟ شوف يا صديقي، أول حاجة حدد أهدافك بوضوح. قبل ما تبدأ في أي حاجة اسأل نفسك أنا ليه بعمل كده وعايز أوصل لإيه. تاني حاجة ابدأ بخطوات صغيرة. قسم شغلك أو مشروعك لمراحل بسيطة، وكل ما تخلص خطوة هتحس بالإنجاز. تالت حاجة اقفل باب المشتتات. خلي تركيزك كله على اللي في إيدك. سيب الموبايل وافصل خالص عن السوشيال ميديا، وما تفتحش حاجة جديدة قبل ما تخلص. التزم لمدة قصيرة وجرب تقنية 15 دقيقة تركيز، وقول لنفسك هشتغل على الحاجة دي ربع ساعة بس، وهتتفاجئ إنك لما تبدأ هتكمل. الفكرة مش إنك تبدأ 10 مشاريع، لكن إنك تنجز مشروع واحد للنهاية وتكون فخور بيه. لو حسيت إنك دايما بتبدأ وتسيب، جرب النصايح اللي قلناها، وقولولي في التعليقات إيه أكتر حاجة بتخليكم تسيبوا اللي بتعملوه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك، لأن حقيقي دعمكم بيفرق معانا وبيخلينا ما نتشتتش ونروح نشوف حاجة تاني. يلا بقى، سلام. واشوفكم عافية.